السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتسمعوا ليا لهاد القصه. البنات عافاكم، هاد السيده جات القناه حكايه الناس باش تعاود القصه ديالها وتشكي داكشي كامل اللي عندها في قلبها، راجيه منكم الدعاء وكذلك النصيحه، حيت هي كتقول لك انا راني في واحد المأزق لا احسد عليه، فالله يعطيكم الخير. الا عندكم شي نصيحه بدون تجريح نصحوها، هادشي اللي بغات. وانا شنو بغيت منكم لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم، والناس اللي باقيين ما اشتركوش في قناتي يدخلوا يشتركوا باش هاد العائله الصغيره اللي عندنا في القناه تولي ان شاء الله كبيره، وتولي هاد القناه كيشاهدوها بزاف ديال الناس، وان شاء الله ما يكون غير الخير. الدعم ديالكم مهم بزاف. المهم ما نطولش عليكم اكثر من هكا، غادي ندخلوا للتي مولاتي قصه للنار في لاكار كيف ما كنقولوا، صعيبه بزاف، راه من العنوان بين البرهان. ندخلوا فيها مباشره. السلام عليكم بنياتي، خوتي، اهلي وحبابي. اليوم جيت انا بالدور ديالي نعاود لكم القصه ديالي، اللي قصتي صعيبه بزاف وما عارفه كيفاش غادي ندير. فهنا فكرت بلا قياس، وهنا قلت علاش لا ما يجي ونعاود القصه ديالي في شي قناه، وهذه هي القناه اللي كتعجبني بزاف. قررت انني نعاود قصتي هنايا، ونتمنى منكم انكم غير تعاونوا معايا باش ربي يفرجها عليا، وشو نقدر ندير باش ما نخرجش على حياتي وحياه بنتي. هادشي اللي غادي نعاود لكم خطير وخطر بزاف. يقدر هادشي اللي غادي نعاود ما تيقوهش، ولكن هذه هي الحقيقه المره. انا هي اللي راجل بنتي غادي يطمع فيا وغادي يدخل لبيت النعاس باش يدير معايا الحرام، ولكن داكشي اللي غادي يوقع ما غاديش تخيلوه. القصه ديالي غادي نعاودها لكم من الاول ومن البدايه ديالها، نعرفكم بيا باش تزيدوا تعرفوا عليا وتعرفوا على القصه ديالي اكثر واكثر. ايوا وليداتي، انا كبرت وعشت مع دارنا، كنت ساكنه غير في العروبيه، بنت الباديه وافتخر. كنا عايشين واحد العيشه طيبه على قد حالنا، ما نقصناش شي خير. كنا جوج ديال البنات وجوج ديال الدراري، وانا هي الكبيره ديال خوتي وخواتاتي. الوالدين ديالي قراوني حدي حتى السادس، وحتى خوتي قراو الحمد لله، كل واحد شنو داير في حياته. لكن انا في العمر ديال 16 عام غيزوجوني العائله ديالي لواحد السيد من المدينه. هاد السيد اللي ما كان لا عنده لا فاميليا لا والو، مقطوع من الشجره. الوالدين ديالو ماتوا وهو باقي صغير، وهو الولد الوحيد اللي كان عند والديه. وهنا تربى غير مع جدو، اللي من بعد ما رباه وكبروا جدو وجداتو كانوا توفاو الله يرحمه ويوسع عليهم. هنا كان استقل براسو وهو باقي صغير، خدام ودمار وكافح حتى وصل. كان غير كاري، غير بوحدو، ما كانوا عنده لا عمام لا عمات، كل واحد شاد تقارو، حتى شي واحد ما عقل عليه، حتى شي واحد ما تكلف به. من بعد ما جدو وجداتو توفاو تكلف راسو براسو، بقى مضارب مع الزمان، وشويه شويه كيكبر والزمن كيعلمو بزاف ديال الحاجات، حتى وصل لواحد السن اللي كان باغي يستقر ويدير وليداتو، علما انه ما كانش خدام شي خدمه مستمره. وزيد حتى الدار اللي كان كاري دار صغيره وبسيطه. هنا بدا كيسول شكون هي بنت الناس اللي تقبل عليا وعلى العيشه اللي انا ساكن فيها. وهنا بزاف ديال الناس غادي يقولوا ليه سير عند فلان، عنده واحد بنيته بحال النقره صغيره وغادي تكافح معاك، غادي تضرب معاك البالا والفاس. وفعلا داكشي علاش جا عندنا للباديه وخطبني من دارنا، علما انا ما كنتش بغيت نتزوج، لكن مني شاف با بلي السيد مزيان والله يعمرها دار وزيد ما عندوش العائله، هنا قرر انه يزوجني ليه. وفعلا تزوجنا على سنه الله ورسوله. ما رحت عند هاد السيد اللي صراحه لقيت فيه كل شيء، واخا الدار كانت ما مصلوحاش وغير وسط الجيران وصغيره بزاف، وحتى في كرشنا ما كناكلوش شي ماكله. يعني السيد نهار خدام وعشرة لا. وخا هكاك قلت معليش نكافح انا وياه. بغيت نخرج نخدم لكن هو ما بغاش، وقال لي لا ما تخدمي ما حتى شي حاجه. هو كان دافع لواحد الشركه قبل ما يتزوج كاع انا بيا، وقبل حتى ما يخطبني. دفع لديك الشركه وبقى كيعاين
ولكن ربي ما جابليش القسمة ديالو. حتى النهار اللي غادي نتزوجوا فيه بقينا واحد المدة اللي قصيرة وغادي يعيطوا ليه. فرح وقال لي دخلتي بالخير لحياتي. كنا فرحانين انا وياه. هنا غادي نضطروا اننا نبدلوا السكنه، حيت ديك الخدمه اللي كان دافع عليها كانت بعيده على ديك المدينه اللي كنا ساكنين فيها. داكشي علاش غادي نكافحوا انا وياه ونتجرجروا ونتسلفوا باش كرينا واحد 3 شهور. ايوا من بعد ما كرينا ديك 3 شهور صافي راجلي استمر في الخدمه والحمد لله. الصالير في ديك الشركه كان زوين وزيد، كان عنده لاسينيسيس ديالو، عنده كلشي، الوريقات ديالو مقادين هما هادوك. حتى جينا الطبيب الحمد لله كنمشيو بالوريقات، يعني الحياة ديالنا غدا وهي كتزيان. هو ديما كان كيدعى معي وكان كيقول لي انت دخلتي بالخير لحياتي، انت هي كلشي، انت هي عائلتي اللي ما عنديش. وتا انا ملي لقيتو مسكين مقطوع من الشجره كنت كندير اكثر من الجهد ديالي باش نخليه فرحان وما نحسسوش بالغياب ديال العائله ديالو والاب والام ديالو وكاع العائله ديالو تبارك الله راه كانوا غير هما ما كانوش كيسولوا فيه. داكشي علاش كنت كندير اكثر من الجهد ديالي باش ما نحسسوش بالنقص. وحتى هو صراحه كان كيتعامل معي معامله طيبه. ايوا من بعد ما زينت الوقت الله يجازيه بالخير كان كيدور معايا وكان كيقول لي هادشي عطيه لوالديك. فديما مامتي وبا كانوا كيتدعاو معاه وكنت كنقول ليه الدعاوي ديال والديا هما اللي راهم واقفين معاك، حيت بزاف ديال الازمات كنا كندوزو منهم. فالحمد لله دغيا ربي كيفكهم، ما كنبقاوش مأزمين بزاف. مورا داكشي كامل كان ربي بشرني وحملت، وكانت اول حماله ليا. صراحه جاني لوحم صعيب لواحد الدرجه ما تصوروهاش. هنا قلت لراجلي ما نقدرش نبقى في الدار بحكم ما كنتش كنقدر نطيب ونهار كامل وانا بالجوع. كيبغي يجيب لي الماكله ديال برا ما كنتش كنبغيها. فقلت ليه غادي نجلس مع امي. وفعلا مشيت جلست معاها تقريبا شي شهرين، وهنا اضطرت انها تمشي معايا، يعني ديتها معايا لداري. بقات جالسه معايا الحمد لله حتى وليت لاباس، ومن بعد مشات في حالتها. ايوا بقات اختكم في حال هكا شويه بشويه كانت تقل حتى الحمد لله كنت ولدت بخير وعلى خير. بنتي الاولى اللي كانت بحال الملك، راجلي فرح بزاف وقال لي يا بنتي كتشبه الام ديالي. فرح ببنته بلا قياس، وكان ديما كيقول لي غير تكبر البنت شويه نوضي عاود حملي. انا بغيت نجيب بزاف ديال الوليدات وديال البنيات باش يعمروا عليا، وديك العائله اللي ما عنديش ندير بنياتي ووليداتي هما عائلتي. وداك الشيء اللي اتفقنا عليه. غير كبرات البنت شويه، درت واحد العام ونص هكاك غادي نعاود نحمل المره الثانيه، وحتى هاد المره جاني نوحم خيب بزاف. هنا اضطريت انني نمشي نجلس مع امي، راكم عارفين التربيه والوحام. فجلست تقريبا شي 3 شهور تما، وراجلي كان الحمد لله واخا انا ما كنتش في الدار كان قايم بالواجب، كينوض كيشقى في الدار كيدير الماكله ليه، عارفني بلي الحاله ديالي صعيبه بزاف. ومن بعد ما حسيت بالراحه غادي نمشي نرجع لداري، وهكا بقيت غدا مع الحماله ديالي حتى الحمد لله وليت بخير وعلى خير. حتى هاد المره ربي غادي يبشرني ببنيته. راجلي كان فخور براسو وبنياتو وكيقول الحمد لله ربي عطاني 2 ديال الاميرات. كان كيدير اكثر من الجهد ديالو باش ما يتنقصهم حتى شي حاجه. بداو البنيات كيكبروا شويه بشويه، وكان قال لي ما غاديش نخلي بناتي يقراو في مدارس عاديه، وما غاديش نخليهم يتكرفسوا، غادي ندير على قبلهم بزاف ديال الحاجات. وفعلا داكشي اللي كان. قراو البنيات في مدارس خصوصيه، اللباس اللي كانوا كيلبسوا غير الطب. بالنسبه لمستقبلي انا والراجل قلت ليه ضروري خصنا نقصوا من هاد المصاريف باش على الاقل نشريو شي دار اللي تكون في الملك ديالنا. الدنيا والزمان والدنيا ما كنعرفوها باش غادي يتصبح علينا، فالانسان يدير لهاد البنيات فين غادي يعيشوا غدا بعد غدا ما نكونوش معاهم يلقاو فين غادي يستقروا. وفعلا مسكين كان كيكافح على ودنا، دار الكريدي فيه وشرى لينا دار برطمه اللي ما كانتش كبيره بزاف، المهم عايشين فيها انا والبنات وهو، وبدا كيخلصها بالطرف.
وبقينا هكا عايشين، ما كان ناقصنا حتى شي غير البنات، بنياتنا كيقراو وكيكبروا قدام عينينا، راجلي كان خدام وما ناقصو حتى شي خير، وأنا ربة بيت، كندير كتر من الجهد ديالي باش لا البنات لا باهم تنقصو شي حاجة، إوا هكا كانت علاقتي في الدار مع بنياتي ومع راجلي، كلشي هو هداك. إوا مشاو الأيام ودازو السنين والبنات تبارك الله كبروا ووجدوا، وبداو الخطاب كيدقوا في الباب على بنتي الكبيرة اللي في ديك الوقيته كانت كتقرا في الباك. صافي البنت كانت باغا تزوج وعينها في الزواج، واللي دق في الباب ما كتبغيش ترفض، ولكن بيني وبينكم انا ما بغيتش، قلت زوج الصغر من نقص منه، انا تزوجت في الصغر يعني ماشي شي حاجه. فالبنات قلت لهم حتى تكبروا وديروا المستقبل ديالكم عاد نوضوا تزوجوا، اخر حاجه تفكروا فيها هي الزواج. لكن بنتي الكبيره كانت مصره على انها تزوج، غير كملت الباك خرجت وما بغاتش تكمل الدراسه ديالها. كنت كنرغبها بالرغيب وكنقول لها بنتي راه القرايه ديالك هي اللي غادي توقف معاك نهار غادي تلقاي البيبان كاملين مسدودين عليك، لكن ما بغيهاتش تسمع ريي. اما الاب ديالها فكان ضد الفكره ديالي، قال لي حنا درنا اكثر من الواجب مع البنات وهما دابا يشوفوا المصلحه ديالهم، تبارك الله راه كبروا، كل وحده دير داكشي اللي بغات. ايوا كانوا كيدقوا الباب بزاف في الخطاب، كل نهار كنطرد واحد جوج كل نهار. بعد المرات راه ما كنقول والو لراجلي باللي الفلان والفلاني جاي يخطف في البنت، كنصدهم من تما. صافي جلسات تعرفت على واحد الدري، بقات كتدوي هي وياه. هاد السيد كيكون في فرنسا، قال لي نديك معايا وسيد مرزق لاباس عليه ما خصو حتى شي خير، وقال لي حتى الا بغيتي تقراي وتكملي قرايتك انا نتكلف. جات قالتها ليا انا البنات غنقول لكم بنتي ولفتها وربيت عليها الكبده، قلت لها ما نقدرش نزوجها. فكنت ضد الفكره ديال الزواج، ناضت قالتها لباباها، باباها كان موافق، لكن انا لا. اتفق مع الناس فوقاش يجيو، نهار جاو دوك الناس انا عطيها غير الدمعه والخنونه. علما بنتي ما حساتش بيا، قالت لي ماما انتي حستيني، والله ما حستها، انا غير ما بغيتهاش تزوج في داك السن وباقا صغيره، باقا باغا بنتي تبقى معايا وتعيش معايا. ولكن ملي شفتها مصره والقرار ديال باباها حتى هو مصر وكيقول خلي البنت تزوج، فما عندي ما ندير. قلت ليها الله يبشرك، انا بغيتك غير تكوني مزيانه، وإلا كان هاد الزواج غيكون ليك مزيان وفرحانه به ما كاين حتى شي مشكل، هنا البنت عاد فرحات. المهم دوك الناس كلاو وشربوا، درنا داكشي اللي قسم الله، هضروا مع الاب ديالها. الدري كان مخلق الله يعمرها دار، وكان مزروب، كان باغي يدير العرس ديالو في اقرب وقت. قال لي انا ما جبتش الكونجي بزاف، انا جيت غير ندير العرس باش نطلع لك الوريقات معايا، غادي نخليك مع دارنا غير على ما يطلعوا لك الوريقات ديالك وندك معايا، ما غنخليكش نهائيا. زيد على انه تما هو في فرنسا كانت عنده الدار وعنده الخدمه ديالو اللي مستقله وصاليرها زوين. السيد كان مرزق ولاباس عليه، وقال لي غندبر عليك يا اما تكملي الدراسه يا اما الخدمه. صافي ملي لقيت بنتي غادي تعيش واحد العيشه زوينه دعيت معاها بالتسخير، وصافي بقى واحد المده اللي بسيطه ودرنا العقد، ومباشره كان دا العروسه ديالو ومشى. هو مشى لفرنسا خلاها مع الوالدين ديالو وطلع عليها هو الوريقات ومشى لفرنسا. ما بقاش بزاف الحمد لله الوريقات البنت يطلعوا وخداها. صراحه نهار كانت بنتي ماشيه لفرنسا كنت كنقول صافي انا النفس ديالي غتقطع، ما سخيتش بها نهائيا، ما سخيتش بها واحد الدرجه ما يتصورهاش العقل. كنت كنبكي في الصباح وفي العشيه. فالناس كاملين قالوا لي لا وانت ما بغيتيش الخير لبنتك، لا ماشي ما بغيتش الخير لبنتي، ولكن بنياتي كنت مربيه عليهم واحد الكبده في شكل كنت كنقول ما عمر شي واحد غيفرقنا. ولكن كيف ما كنقولوا الدار ديال البنات ديما كتكون خاويه. مشات بنتي ودعيت ليها بالتيسير، ودابا حاليا راه مستقره وبخير وعلى خير، وعندها وليداتها الله يخليهم ليها، وكل عام راه كتجي كتزورني وكتمشي، الله يحفظها وينجيها.
صافي بنتي مشات وكل عام كانت كتجي عندي، وهاكا بقات علاقتي ببنتي الصغيرة اللي داك الحب كلّو اللي كنت عاطيه ل2 بنات رديته غير لبنت وحدة، الحاجة اللي بغاتها كنحضرها ليها، كنت فشّاها لواحد الدرجة ما تصوروهاش. سالات الباك ودخلات للجامعة، بقات كتقرا الجامعة العام الأول الثاني، الحمد لله كنت قلت ليها خصك ضروري تقيدي في الماستر تكملي الدراسة ديالك، لكن هنا غادي نتصدم في ردة الفعل ديالها، وغادي تقول لي أنا راه شفت واحد ولد الناس راه باغي الحلال باغي يتزوج غادي نجيبوه للدار، قلت ليها لا ما تزوجيش ديري مستقبلك شوفي شي خديمة، آخر حاجة تفكري فيها هي الزواج، قراي قرايتك، كملي الماستر ديالك كملي القراية ديالك كاملة، وعلاش لا اختك دبر عليك وتصيفطك تمشي زعما لفرنسا تكملي القراية ديالك، لكن هي ما بغاتش، قالت لي أنا بغيت نتزوج وندير وليداتي، حتى هادي ما عجبنيش الحال، لكن الأب ديالهم ديما كيقول ليا خلي القرارات للبنات، هما يقرروا ماشي حنا نقرروا في بلاصتهم، حيت تبارك الله مادام البنات ولاو راشدين وعارفين شنو خص يدار وشنو خص ما يدارش، فبلا ما تقرري في بلاصتهم، ملي كانوا صغار كنا كنقرروا في بلاصتهم، دابا لا، ما خلاني ما نقول، بقيت غير ساكتة، صافي البنت كانت مصرة على الزواج، جاو هاد الناس للدار، ناس اللي الله يعمرها سلعة، غير هاد السيد كان على السكري ومزيان، العائلة ديالو مزيانين، وصافي هنا قال ليها شوفي بنت الناس أنا ما نقدرش نديك معايا البلاصة فين أنا خدام فيها، ولكن غادي نخليك مع دارنا، لكن بنتي رفضات، قالت ليه شوفي ولد الناس أنا نقدر نجلس معاك حياتي كاملة سواء بيك ولا بلا بيك، يعني نجلس تكري ليا دار تشري ليا دار، المهم هاني مستقرة، باش تمشي نتا تخدم وتخليني مع داركم هاديك هي اللي ما كايناش، بنتي رفضات، ما هو كان كيحماق ويتسطى عليها، قال ليها صافي هاديك هي اللي ما تعاودش، بقى كيقلب ليها واحد الدار اللي كانت قريبة ليا ما بعيداش بزاف، يعني 5 دقايق ديال الطريق في الطاكسي غتقدر توصل عندي، هنايا شاف لي هاديك الدار ووالديه واخا هكاك ما بغاوش قالوا ليه لا وعلاش غادي تكري للمرا والعروسة عاد جديدة غدا بعد غدا تلقاها مدخلة رجال، صافي بنتي غير سمعت هاد الهضرة كرهات العائلة ديالو في مرة، لدرجة ما بقاتش كتمشي عندهم ولا كتشوف حتى وجوههم، داروا داك العرس اللي كانت بنتي فيه فرحانة، ولكن أنا لا، خفت من العائلة ديال راجلها اللي كانوا مسمومين وما كانوش كيحملوها، ولكن كلشي داز هو هداك، دارت واحد العرس بسيط ومشات عند راجلها، وأنا بقيت أنا وراجلي الراس عند الراس، بحال نقولوا غمضت عيني حليتها لقيت بنياتي ما كاينينش معايا، بحال أنا كنت غير مسخرة، ولدتهم ومشاو بحال ما عمرني ولدت، أنا باقا صغيرة ولكن بنياتي مشاو عليا وخلاوني في الدار بحال الغرابة، راه صعيب بزاف تولدي وفي الاخر تلقاي راسك بوحدك، كاينين بزاف ديال العائلات كيقولوا ايوا هادي هي دار البنت ديما خاويه، راه حتى دار الدري دابا راه الا ما درتيش الخير في بنت الناس غيجي واحد النهار ويهرب عليك ويدي مرتو ويمشي بحال ما عمرو ما كان، غير الحاجه الوحيده البنيات كيكونوا شويه حنانات، الدور وترجع حتى لعند امها. واش غنقول لكم، بقيت بحال هكا انا راجلي بدا كيقول لي خصك تنوضي تحملي، علما انا البنات انا جربت نحمل مني كانوا البنات صغار، ولكن ربي ما يسرش ليا، حيدت الفاني للمده ديال 10 سنين، ولكن والو ما جابش الله، ما خليت فين مشيت ولكن والو، ومع ذلك ما بغيت ندير والو، ما كنتش كنشرب لا فانيد ولا حتى شي حاجه، ولكن ربي ما يسرش، فقلت الحمد لله الله يجعل البركه غير في هذوك 2 بنات. بقينا هكا مورا الزواج ديال بنتي بشي 6 شهور هكا راجلي غادي مرض راجلي، بقيت داهياه مهبطاه في الاطباء، صراحه الشركه اللي كان خدام فيها حتى هما وقفوا معاه بالنسبه للعلاج والمصاريف ديال الدواء، فالحمد لله وقفوا معاه الوقفه ديال الصح، من بعد تبين ان المرض راجلي عنده مرض السل
اللي كان صعيب 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 بزاف، وراكم عارفين مرض السل راه صعيب. بقى راجلي كيداوى مسكين، صراحة كانت حالته حالة غادي، والحالة الصحية ديالو كتسوء نهار على خوه، واخا الدوايات واخا نعس شحال من مرة في الطبيب ولكن والو بدون جدوى، بحال كنشدو داك العلاج كتكبيه في الرملة ما كاينش نهائيا شي نتيجة. بقى مسكين كيطيح وينوض وانا كنبكي الدم على راجلي. اما البنيات فكانوا غيتسطاو على باباهم، خصوصا البنيته اللي كانت عندي في فرنسا، مع مسكينه كتدخل من العام للعام فما صلح ليهاش نهائيا تسمح في وليداتها وتجي باش تشوف الاب ديالها، كل نهار كتصوني عليا ابل فيديو باش تشوف باباها. ايوا بقيت مع هاد السيد واحد المده اللي طويله ما بين العلاج وسير من هنا وسير لهيه، ولكن ما كاين حتى شي نتيجه ولا حتى شي امل، واخا بسيط الامل صغير ما كاينش. حتى النهار اللي صافي راجلي وصلت ليه العظم غادي يقول لي بغيت نشوف بنتي، بنته الصغيره، حتى بنته الكبيره ما عندوش كيفاش غيشوفها. جات البنت صونيت عليها قلت لها بنتي اجي راه باباك شنو جات مع ديك 9 ديال الليل كتجري مسكينه. غير جات شفت الاب ديالها بدات كتبكي، قالت لي امي با راه في الحاله ديال الموت. بقات جالسه معاهم ما مبينه ليه حتى شي حاجه، ما كتبكيش بالعكس كتضحك وكتحاول تضحكو. بقى كيدعي معاها وكيوصيها، صافي منين شفتو كيوصي البنت انا عرفت بلي سيد غادي يرحل من هاد الدنيا. بديت انا كنبكي، البنت كتبكي هو كذلك. بنتي عاوتاني الكبيره صونات في ديك اللقطه اللي رحنا كنتباكاو، بقات كتغوت ياك لاباس اشنو كاين، حتى شافت باباها عاد ارتحت، عاد بالها بلي باباها توفى وحنا كنبكيو عليه. صافي بقيت بحال هكا. الراجل مورا داكشي ب3 ايام حتى لواحد الصباح غادي نلقاو مول الامانه دا امانته، راه بغيت نتسطى صونيت على بنياتو. البنت الصغيره جات، اما البنت الكبيره فكانت باقا ما قطعت لا طياره لا حتى شي حاجه، بقات يومين عاد جات. ما بغيتش ندفن الاب ديالها حتى جات باش تشوفو. شافتو راكم عارفين تجمعوا العائله. ايوا واش غنقول لكم، الله يرحمه ويوسع عليه، كان رجل طيب. تبارك الله ربي عطاني منو 2 ديال الاميرات غزالات. ايوا واش غنقول لكم، قدر الله ما شاء فعل. في هذه الحياه كتب لي يا ربي نجلس غير بوحدي. غير هو المرحوم مني مات خلى لي الحمد لله الدار اللي كان مني عارف راسو مريض رجعها ليا بسميتي، زائد الصالير ديال الخدمه ديالو، فبقاو كيعطيو ليا هذيك الفلوس اللي كان راجلي كيشد كل شهر. فالحمد لله ما اضطريتش انني نخرج ونخدم ونكافح ونضرب الجفاف. هادشي اللي كنحمد الله ونشكره، الله يجازيه بالخير. ايوا واش غنقول لكم، داز العزو بنيتي قلت لها غير سيره بنيتي عند وليداتك حيت خلات ولادها وجات. جلست داك الاسبوع ومن بعد قلت لها غير سيري. مشيت لفرنسا مسكينه. اما البنت الاخرى بقات كتواسيني، اللي صراحه الدموع ديالي نشفوا على ود باباها. فكنت كنحاول ما نبكيش قدامها حيت بناتي كانوا كيتاثروا بلا قياس، غير كيشوفوني كنبكي كينوضوا حتى هما كيتباكاو. داكشي علاش كنت مصبره راسي على ودهم. ايوا ما غاديش نحس بالغياب ديال راجلي حتى غادي تخف الرجال عليا. كانوا الناس ملي كيجيو كيحاولوا ينسيوني، كانوا يتهاودوا معايا بحال كننسى شويه، ولكن غير كتخوى عليا الدار كنبدا بالبكا والغوات. هنا بنتي الصغيره اضطرت انها تجلس معايا شي ايامات، وفعلا بحكم راجلها كان عسكري وما كانش كيجي عندها بزاف، فكنت كتقول لي ها انا معاك نهار يجي راجلي نمشي لداري. كنت كنقول ليها صافي، وداكشي اللي كان. راجلي كيبقى 4 شهور 3 شهور عاد كيجي، ومني كيجي ما كيبقاش بزاف، كيبقى هكا 15 يوم 10 ايام وكيرجع للخدمه ديالو. وهنا بنتي الاغلبيه راه معايا. صافي بقات موانساني فحال هكا موانساني حتى النهار اللي غتقول لي ميمتي دابا خصني مشيت انا نجمع راسي ونجمع داري، وراكي عارفه دابا الا قديتي تبقاي بوحدك ها انت جالسه بوحدك، ما قديتيش اجي تسكني معايا مرحبا بك. فانا هنايا قلت لا، خصني نولف بوحدي افضل. بنتي ما غاديش تهزني حياتها كامله، وزياده ما غاديش تجلس معايا حياتها كامله.
هي عندها مسؤولية، عندها دار، عندها فهمي ما يمكنش نشدها معايا. صافي مشات في حالاتها. مورا الوفاة ديال باباها هنا البنت غادي تمرض ليا. ملي مشيت ديتها للطبيب غادي ربي بشرنا باللي السيدة حاملة، حيت بنتي الصغيرة راه بقات مدة حملات. كانت احسن فرحة بالنسبة ليا وليها من بعد الحزن ديال باباها. صافي هنا كنت كندير لها بحال الماء القليل، اما راجلها ملي عرفها حاملة بغا يتسطى، وهنا غادي يقول لها خالتي ضروري ما تجي تجلسي معانا، انا راكي تشوفي خدام وبنتك غير بوحدها، ما بغيتها تهز لا تقول لا حتى شي حاجه، زياده على ان الوحام جاها صعيب وصعيب بزاف. وفعلا اضطريت انني نخوي داري ونمشي نجلس مع بنتي. كنت كتنوض حتى ل 11 وانا كنت كنوض نوجد ليها تاكل، نوجد ليها الفطور الغدا، نشقى في الدار، حسبتها داري. كنت كنخلي لها الدار كتضوي وهي النهار وما طال وهي ناعسه وكتبوع. دازها الوحم ولات مزيانه. فمني شفت بنتي مزيانه قلت انا نمشي نفكر داري، لكن ما خلاتنيش. قلت لها بامي انت ولفتك جلسي معانا. زيد حتى راجلها كان كيقول لي خالتي انت جالسه معانا ما كاينلاش تمشي، زيد على ان طيابك كيعجبني. كان عندي عزيز راجل بنتي الصغيره، كنت حاسباه بحال ولدي ولا اكثر. كنت كنقول واخا ربي ما عطانيش الولد من كرشي، عطاني راجل بنتي اللي حنين فيا. ايوا بقيت جالسه معاهم شي ايامات، وهنا قلت لهم والو ما نجلس حتى شي دقيقه، بغيت انا نستقر بوحدي ونعيش بوحدي شويه. وفعلا ملي جلست بوحدي بديت كنفكر وكنقول علاش لا ما نوض ونتزوج، حيت انا باقا صغيره، وعلاش غادي نعيش ما تبقى من حياتي ساليباتير. بنياتي هما مزوجات بجوجهم عندهم وليداتهم، علاش ما انا نوض ونتزوج ونجيب شي راجل اللي يحسن بيا ونحسن بيه واخا يكون كبير معليش. ايوا هاد الفكره راجت ما بين راسي، ولكن باش نطبقها خص اول حاجه نهضر مع بنياتي ونشوف شنو غادي يقولوا في هذا الموضوع. واول وحده غادي نهضر معاها هي بنتي الصغيره اللي كنت متضاصره انا وياها. غير سمعت الهضره ديال الزواج جن جنونها وقالت لي وعلاش تقولي تزوجي، بغيتي تضحكي فينا العائله ديال رجالاتنا والعائله ديالنا، علاش تقولي تنوضي تزوجي. انا صراحه ما كنت عارفه ان رده الفعل ديال بنتي الصغيره غيكون فحال هكا. سباتني سبان هذاك النهار كان راجلها تما وبقى كيستفسر اشنو كاين. انا بعدا حشمت، جات ناضت قالت لي بلي امي باغيه تزوج. قال لي ما فيها باس وعلاش بغات، الا كتبغى تزوج علاش زعما توقفي ليها في الطريق. بقات كتغوت عليه ولات كتسبو حتى هو، ولاو عندهم المشاكل بسبابي. ندمت بزاف وقلت علاش نط كنقول هاد الهضره، ويمكن بنتي عندها الصح. حتى الليل وانا كنسمع التليفون كيصوني جاوبت وانا نلقى بنتي اللي في فرنسا. ما خلات فيا غير اللي نسات وقالت لي امي زدتي فيه بزاف، حنا كيعجبنا الراجل ملي كتموت ليه المراه هو اللي كيتزوج. صدقتي حتى انتي كتضحكي فينا الناس اللي يسوى اللي ما يسواش. صدقت حتى المراه دابا ملي يموت لها الراجل يدبر على راسها. ايوا بقيت غير كنضحك وقلت لها بنتي واش تيقتي هضرتي؟ انا راه غير ضحكت مع اختك وهي شدتها بارده سخونه وقلتها لك. هنا البنت عاد رجعت فيها النفس وقالت لي امي سمحي لي بزاف انا عاد باليا بلي كتزوي نيشان. قلت لها لا انا غير بغيت نشوف رده الفعل ديالكم، ما انا راه ما عارفه لا راجل ولا مرا. ايوا هنا بكيت بحرقه وقلت علاش بنياتي وقفوا لي في طريقي، علاش انا ما حقيش نتزوج ولا. صافي راجلي مات الله يرحمه، بنياتي كبروا وكل وحده مستقره في دارها، اش غادي ندير في هذه الحياه بوحديتي. ايوا بقيت بحال هكا حتى لواحد النهار وغادي نلقى واحد النمره غريبه عجيبه كتصوني عليا. الو ما الو، هو يقول لي معك عثمان خالتي. حنا عاد غادي نعرفو شكون هو هذا عثمان. عثمان راجل بنتي الصغيره صونا ليا وقال لي يا خالتي انا مايدك تزوجي الله يسهل عليك، وانا اللي نقلب لك الراجل ومرتي خليها على حسابي انا غنقنعها. ايوا بقيت كنضحك وقلت له واش من زواج ولدي راني غير ضحكه. قال لي لا 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 خالتي الهضره اللي كنتي كتقولي راه هي الحقيقه، واصلا كلامك كله على صواب، الزواج راه ما فيهش العيب،
وانتي مرأة تبارك الله مازال زينة وصغيرة وتبارك الله عليك، أي راجل يتمناك، وأنا إن شاء الله اللي غادي ندبر لك العريس وأنا اللي غادي نجوجك بيديا. عجبتني الهضرة ديال راجل بنتي وقلت هذا هو النسيب وإلا فعلا، فهمني وفهمني بزاف. وقلت لعل وعسى يهضر لي مع بنتي ربما تقتنع. ولكن مني ندوى معاها ناضت واحد الصباح جات عندي على بونبور كيف ما حليت الباب وغادي نلقاها هي ما خلات فيا غير اللي نسيت، وقالت لي بقالك غير راجلي كتدخلي ليه الفكره انك باغا تزوجي. قلت لها علي لك الشيطانه بنتي، اين زواج هذا؟ انا صافي هذيك القصه ضربت عليها ومسحتها في مره، انا اصلا ما بغاش نتزوج. وهي تقول لي امي الا بغيتيني نكون انا وياك مزيانه الفكره ديال الزواج حيديها من راسك، وما عمرك تقولي تنوضي تزوجي. ضربت على الباب وخرجت. ايوا خوتي دخلت البيت وبديت كنبكي شويه وانا كنلقى عاوتاني الدقان في الباب. عرفت قلت ربما بنتي. في الاول ما بغيتش نحل الباب وفي الاخر نعلت الشيطان. منين حليت ما غاديش نلقاها هي، غادي نلقى راجلها. دخل لقاني حالتي حاله، بدا كيواسي فيا وكيطبطب عليا كيقول خالتي شوفي ما تديهاش كاع في بنتك، ضربيها على حسابي وانا اللي غادي نزوجك. قلت له ولدي انا ما بغيت لا زواج لا والو، مادام بنياتي رافضين هاد الفكره ديال الزواج صافي ما بقيتش باغيته انا. وكيف ما كنت انا واقفه لهم في طريقهم شحال هادي من كانوا صغارات بغاو يردوا ليا الضربه، داكشي علاش راهم واقفين في طريقي ما بغاونيش نتزوج. ولكن معليش صافي ما بغاوش ما نتزوجش، راحتهم راها من الراحه ديالي. هو يقول لي لا انت غتزوجي وغادي تزوجي باحسن راجل، غير كوني هاني وهادشي كامل على حسابي. هانتي علاش ما تجيش تسكني معانا وحاولي تقربي من بنتك وانا غادي نزوجك بطريقتي. قلت له ولدي ما نمشيش خليني في داري حسن لي. بدا كيرغب ويزاوق قال لي يا عافاك الا ما سيري، واصلا انا كيعجبني الحال ملي كنلقاك في الدار. اصلا انا مازال لي 20 يوم ونمشي للخدمه ديالي وكيعجبني طيابك والشقه ديال الدار. راه بنتك ما كتشقى ما والو في الدار والماكله كديرها لا علاقه، فعافاك الا كتبغيني وانا بحال ولدك يلاه معايا. ايوا فكرت وقلت لي صافي حتى العشيه ونجي. وفعلا في العشيه هزيت حويجاتي اللي غيقدوني ومشيت عند بنتي دايره ناسي حتى شي حاجه ما كاينه، ولكن هي كانت باقا مدخلاني. وهنا حاول يدخل راجلها وقال لي صافي هاد المساله بعديها عليك وهادي راه امك وراه جايه تجلس معنا شي ايامات. ايوا هنا عاد ديك الجبال اللي كانت عقداها سرحاتها وبديت كتهضر معايا. بديت كنخمن ليها في الدار اللي لقيتها خانزه، بديتها ليها مسطح وانا غاده. هي في ديك الوقيته كانت متقله داكشي علاش فما خليتها تحدي معايا والو. ايوا كنت كنطيب والشهيوات اللي قالوا لي عليهم نديرهم كنوض نديرهم. تبارك الله كنت حادكه في المساله ديال الطياب. ايوا فيما كنحط شي اكله كيبقى راجل بنتي كيشكر فيا وكيقول لي انت هي المراه والا فعلا. كيقول لي سعدات للراجل اللي كان مزوج بيك وسعدات الراجل اللي غيتزوج بيك. فبنتي غير كتسمع راجلها كيدوي على الزواج كتنوض معاه قرباله. بقات هي ويا في المشاكل والصداع حتى مشى في حالاته للخدمه. وهنا هزيت راسي وقلت لها نمشي. بدات عليا قلتي ما تجلسي، قلت لها والو ما نجلسش. بقات بنتي شي ايامات وولدات وقلت نمشي نقابلها. بقيت جالسه معاها كنقابلها واخا علاقتي بها كانت بارده. صافي كرهت انا فحال هكا. علاش انا ما نديرش وليداتي؟ علاش لا؟ حيت انا كنت باقا صغيره، راه ولدت وانا صغيره وبنياتي منين تزوجوا راه كانوا كنت انا صغيره منين ناضوا تزوجوا. يعني باقا نولد باقا نتزوج باقا ندير بزاف ديال الحاجات. فكان كيبقى فيا الحال. علاقتي ببناتي ما بقاتش هي هذيك. بنتي واخا كانت كتهضر معايا فكنت كناخلاها وماشي شي هضره، حيت في الاول كنت كنضحك انا وياها. فشكال كانت علاقتنا. قلت ارى نقابلها في سبيل الله على ما تصح شويه ونمشي في حالاتي. ايوا هنا راجلها غادي يعطيولو 3 شهور ديال الكونجي على ود المراه ديالو باش يدير اسبوع باش يبقى معاها ويوقف معاها. هنا فهاد 3 شهور راجلها بحال نقولوا تصرب عليا بزاف. الحاجه اللي بغاها
كيعيط لي أنا نديرها ليه، أنا نيتي أنه ولدي وما عمرني نويت شي حاجة خيبة، بنتي كذلك ما عمرها نوات في راجلها أنه تكون شي حاجة بيناتنا خيبة. فهاد الشي اللي كنا دايرين حاطين النية في الوسط. الحاجة اللي قال لي أمي نوضي وجديها ليا كنوض نوجدها ليه، بعد المرة كيعيط ليا أمي، بعد المرة كيعيط ليا خالتي. صافي بنتي مسكينة من نهار ولدات ما ارتاحتش مع ولدها، ديما الغوات ديما الصداع، ما كانش كينعس ليها، ما كانتش كتعرف تربيه بحكم تزوجت صغيرة. فكنت كنقولها شوفي بنتي التربية ديال ولدك خليها ليا خصوصا بالليل، راهي داك الدري ليا. كنت كنخليها تستمتع بالوقت ديالها مع راجلها خصوصا ملي كيكون راكم عارفين سيد كيبقى 3 شهور 4 شهور عاد كيجي لدارو وما كيعطيوهش كونجي بزاف، فمني كيعطيوه داك شويه ديال الكونجي الدري النهار وما طال هو كيزقي. فمني كيجي راجلها كنقول لها راهي لي الدري انا نقابلو. كنت كنقابلو كيبات ناعس ساهر ما كيغوت ما كيفيق حتى للصباح. كنت كتقول لي سبحان الله امي انتي ما عرفتش كيفاش كديري ليه. كنت كنقول لها بنتي سال المجرب لا تسال الطبيب. ايوا واحد النهار من ايامات الله هذاك النهار اللي معمرو يتنسى قالت لي امي غادي تشدي لي هاد الليله ولدي باغيه نقصر انا والراجل. قلت لها صافي بنتي خودي راحتك. كانوا بغاو يتعشاو على برا وشديت الدري انا درت ما ناكل درت له بيبرونه ديالو دخلت انا وياه باش نرتاحو. كنت انا كنعيا بزاف. ايوا غير دخلنا باش نرتاحو صافي انا نعست الوليد نعس ما عرفتهمش اصلا امتى جاو من برا. قلت خلي بنتي تعيش حياتها مع راجلها شويه. وانا كنحس بواحد الاحساس في الشكل ما حسيتش بالباب منين تحلت ولكن حسيت بشي يد كتلمس عليا. صراحه انا تخلعت يعد بالي بغطات ولكن هنا غادي نستوعب بلي انا راني فايقه ما رانيش ناعسه. بغيت نتماطى على التليفون لقيته بعيد عليا النقاصه ديال الضوء بعيده خصني نشعل التليفون عاد نشعل النقاصه ديال البيت حيت كانت بعيده. الوليد حدايا صغير خفت نتكور عليه ولا نصطم فيه. المهم انا ما عارفاش اشنو طاري شويه وانا كنلقى هذيك اليد كتمشي للمناطق الانثويه ديالي كتعبز فيها. صافي بغيت نغوت خفت الدري صغير خفت عليه خفت بنتي ولا نسيبي يفطن ويكون شي واحد باغي يتصر عليا. فحاولت نسكت. ايوا بقيت معافره مع داك الانسان اشكون هو هذا اللي راه باغي يتحرش بيا. بقيت متعافره ولكن كان قوى مني كنحس بحوايجي كيتقطعوا عليا. صافي بقيت كنتعافر باغا غير نشعل غير الضو وفعلا في واحد اللقطه غادي نرميه وغادي نبقى نفافي في الظلام في الضو حتى غادي نلقى النقاصه ديال الضو نشعل الضو. فما بالكم شكون غادي نلقى نسيبي هذاك اللي حسبته ولدي هذاك اللي عطيته بنتي وبنتي عندها معاه ولد. اش هاد الغريبه اش هاد الشي هذا. بغيت نغوت ما قديت بقيت باقا ساكته ما عرفتش واش حل انني نبقى ساكته حيت الا غوت بنتي غادي تجي وغادي تشوف في داك المنظر وغادي تردني انا اللي طمعت ليها في الراجل. فهنا جا عندي غير بشويه بلا عليا على فمي وزاد عندي الودنيه وقال لي شوفي الا بقيتي قلتي شي حاجه لبنتك راه حياتكم في خطر راه ما نعقل لا عليك ولا عليها وإلا قلتي شي حاجه لبنتك غادي نفارقك عليها وراكي عارفاني انا كيفاش داير. ضرب على الباب وخرج. انا القلب ديالي بنياتي بقى كيزدحم بلاصتو. كنت بغيت نسخف ما يمكنش واش هذا راجل بنتي ما بغاتش تدخلي لعقلي. كنت كنقول ربما راه غير كنحلم ولكن هذه هي الحقيقه. في الصباح كنقول يا ربي غير صباح الصباح كيف ما الصباح نط بكري نط لقاتني البنت ديالي فايقه مالكه ماما ياك لاباس نوضتي في هذه الوقيته. قلت لها ما جانيش النعاس. قلت لها هاكي ولدك لقاتني جامعه صاكي فين غاده ماشي بحالاتي بقات ترغب وترجعني باش نجلس. قلت لها والو انا غادي نمشي انا حلمت واحد الحلمه خيبه وما نجلسش في دارك دابا انا راني عيانه بغيت نرتاح بوحدي. وصافي مشيت. من بعد ما مشيت بقيت مكالميه في داري
وكنفكر داكشي اللي وقع ليا، داكشي اللي وقع ليا البارح بالليل مع راجل بنتي. شويه وانا كنلقى الدقان في الباب، كيف ما حليت غادي يدرم عليا راجل بنتي وغادي يقول لي شوفي، انا نقول لك واحد الحاجه، انت باغا راجل في حياتك وانه هو الراجل، علاش انت باغا تزوجي وما عطيتيني والو؟ واش انا ما قنعتكش؟ ياك حتى انا راجل، ياك انت باغا تزوجي يلا ندير انا وياك علاقه، وهانتي عندك راجل وانا مسعداتي تكون عندي مرا في حالك حادكه وتوكلني وتشربني داكشي اللي كيعجبني. قلت ليه دابا واش دابا من نيتك واش تخرجي عليا ولا نعيط لك للبوليس؟ قال لي شوفي، انا غادي نقول لك جوج كلمات، الا ما وافقتيش عليا وما بغيتيش تعطيني داكشي اللي بغيت غادي نربيك ديال الصح، ولا بقيتي قلتي شي حاجه لبنتك راه داكشي اللي غنديرو فيك ما غاديش يجيك اصلا لراسك. ضرب على الباب وخرج، وانا راني عايشه في عذاب الضمير، وراني عايشه واحد العيشه اللي ربي بوحدو اللي علم بها. فجيت لهنايا وعاودت لكم القصه ديالي اللي حاولت نختصرها. ما عرفت كيفاش غادي ندير مع هاد السيد، واش نوض نقول هادشي لبنتي، واش نهز راسي ونمشي؟ فين غادي نمشي اصلا؟ فين غادي نصد؟ ما يمكنش، ما يمكن لياش نبيع داري، ما يمكن لياش نمشي لشي بلاصه اخرى وانا غير بوحدي. فالله يجازيكم بالخير، راكم كتسمعوني وسمعتوا القصه ديالي، فبغيت منكم شي نصيحه، غير نصحوني. دابا التهديد اللي جالس كيهدد فيا كيفاش غادي ندير معاه؟ نصاب غير يبعدني، ما نقول والو لبنتي، غير ما يجيش يبقى لاصق فيا. وهادشي اللي كاين بنياتي وليداتي، نتمنى انكم تفيدوني. والسلام عليكم. وديال القصه ديالي اللي بغيتها تكون عبره لبزاف الناس، وهنا كنودعكم.